لو كنت فاكر ان اللي حصل لتشيزني انه يرجع من الاعتزال ده جديد في عالم كرة القدم تبقى غلطان. ودول اشهر 3 لعيبه رجعوا من الاعتزال ومن ضمنهم لاعب افريقي. اول واحد هو ارين روبن. بعد مسيره طويله قضاها روبن مع نادي بايرن ميونخ قرر الاعتزال عام 2019، بس في عام 2020 قرر يرجع من الاعتزال ويرجع لنادي الطفولي جورينجن الهولندي، بس ساعتها ما استمرش كتير مع النادي وده كان بسبب الاصابات. وفي عام 2021 قرر الاعتزال نهائيا. ونروح لتاني واحد معانا هو الحارس ينزل ايمان. هو تحس الموقف اللي حصل للحارس ده شبه موقف تشيزني مع برشلونه، لان الحارس ينزل ايمان اعتزل موسم 2009 2010، وبعد كده في عام 2011 قرر نادي ارسنال استرجاع حارسه السابق ينزل ايمان من الاعتزال عشان يكون بديل للحارس تشيزني بسبب الاصابه. وشارك الحارس ينزل ايمان في بعض الماتشات مع نادي ارسنال وبعد كده اعتزل بشكل نهائي في اخر الموسم. واخر واحد معانا وهو اسطوره الكاميرون روجيه ميلا. اعلن روجيه ميلا الاعتزال بشكل رسمي عام 1989، بس بعد كده رئيس الكاميرون تواصل معه عشان يرجع من الاعتزال ويشارك مع منتخب الكاميرون في كأس العالم 90. وبعد ما شارك مع المنتخب في البطولة سجل معاهم 4 أهداف وكان في المركز الثالث من هدافين بطولة كأس العالم 90. واستمر ساعتها روجيه ميلا في الملاعب بعد كأس العالم 90 لمدة 4 سنوات وبعد كده اعتزل بشكل نهائي.